كل دم نزف في قطاع غزة، وكل بيت هدم على الساكنة، وكل ولد قتل في مستشفى أو غيره، وكل امرأة قتلت أو هجرت في قطاع غزة، وكل من مات من الجوع والعطش، وكل مريض مات بسبب انقطاع الدواء في هذا القطاع، دمه في أعناق حكام المسلمين، وسيحاسبون عليه بين يدي الله، ويوقفون عليه في ذلك اليوم الذي يقول الله فيه: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هم مسؤولون جميعا لأنهم قادرون على إيقاف هذه الحرب من أول يوم. وتتذكرون أنه عندما قامت الحرب في أيام الشهيد محمد مرسي رحمة الله عليه، قال كلمة في الإعلام، قال: لن نترك غزة وحدها. ثم بعد ذلك مباشرة أرسل رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى قطاع غزة، فتوقف القصف وتوقفت الحرب وبدأ الحوار. وهذا أمر سهل بالإمكان أن يقوله رئيس تركيا، وبالإمكان أن يقوله ملك السعودية، وبالإمكان أن يقوله أي رئيس من رؤساء بلدان العالم الإسلامي، ولو قالوه لتوقفت الحرب.